أكيد في يوم من الأيام وأنت بتقضي مشاويرك عديت على شوارع زي سيمون بوليفار ونوال وكلوت بيك وعبد الخالق ثروت وغيرهم، ويمكن سألت نفسك مين الناس دي وليه أهم شوارع مصر اتسمت باسمهم. قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. أول مكان معانا هو ميدان سيمون بوليفار، وده ميدان مشهور في منطقة وسط البلد بالقاهرة. وسيمون بوليفار هو شخص فنزويلي يعتبر أحد رموز النضال ضد الاستعمار الأسباني في أمريكا الجنوبية في القرن ال19، وساهم في تحرير دول كتير أبرزهم فنزويلا وكولومبيا والإكوادور، وأسس جمهورية اتسمت بكولومبيا الكبرى. طب إيه اللي جاب سيمون بوليفار من أمريكا اللاتينية لقلب القاهرة؟ السبب بيرجع لسنة 1979 لما السفارة الفنزويلية أهدت مصر تمثال لسيمون بوليفار كرمز للصداقة بين البلدين، ومصر قررت تحط التمثال في ميدان قصر الدبارة، ومن وقتها بقى اسمه ميدان سيمون بوليفار. وجنب ميدان سيمون بوليفار هتلاقي شارع نوبار باشا، ونوبار باشا هو أول رئيس وزراء في تاريخ مصر سنة 1878، وتقلد المنصب ده 3 مرات، وكان من أهم رجال الدولة من أواخر عهد محمد علي لحد وفاته في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان مسؤول عن ملفات مهمة أبرزها إنشاء قناة السويس وخطوط السكك الحديدية. ولو مشينا في نفس المنطقة هنلاقي شارع مشهور اسمه كلوت بيك، واللي يعتبر من أقدم شوارع القاهرة الخديوية. والشارع ده رغم إن سمعته بين الناس مش كويسة، لكن صاحب الاسم شخصية عظيمة ومؤثرة في تاريخ المصريين. فالشارع متسمي على اسم أنطوان كلوت، وده طبيب فرنسي كلفه محمد علي بمهام كتير للنهوض بالصحة في مصر، عشان يأسس القصر العيني، وبذل جهود كبيرة في مقاومة وباء الطاعون اللي ضرب مصر سنة 1930، وهو اللي عمم تطعيم الجدري في مصر، ده غير جهود طبية تانية كتير خلت محمد علي يديله لقب البكوية. وبما اننا لسه في وسط البلد فدلوقتي هنروح على شارع عبد الخالق ثروت، والشارع على اسم عبد الخالق ثروت باشا، واحد من اهم الشخصيات السياسية والوطنية المرموقة، وتولى رئاسة وزراء مصر مرتين في عهد الملك فؤاد، أبرزها المرة الأولى سنة 1922، واللي شكل فيها لجنة لتأسيس أول دستور في تاريخ مصر، بجانب خوضه لمفاوضات لرحيل الإنجليز من مصر. وكمان كان رئيس للنادي الأهلي لمدة 8 سنين من 1916 ل 1924. نروح بقى للجيزة وتحديدا شارع نوال، وده من أشهر شوارع حي الدقي، وسبب التسمية بيرجع لقصر كان موجود في المكان ده لشخص غني اسمه عبد الرحيم باشا صبري، وكان عنده بنتين، الأولى نزلي واللي هتكون بعد كده ملكة مصر وأم الملك فاروق، والتانية نوال ودي توفت في سن صغير، فقرر والدها تسمية القصر على اسمها. فاتشهر المكان من وقتها بشارع نوال لحد ما اتغير اسمه لشارع البطل حسن الرزاز من كام سنة، لكن لسه لحد النهاردة اسم الشارع معروف وشائع بين الناس باسم شارع نوال. وعلى مسافة قريبة من شارع نوال هنلاقي شارع البطل أحمد عبد العزيز، أحد أشهر وأهم شوارع الجيزة، واسم الشارع على واحد من أكفأ ضباط الجيش المصري وهو العقيد أحمد عبد العزيز، وكان أول ضابط مصري يتطوع للاشتراك في معارك 48، وكون فرقة من الفدائيين لإنقاذ فلسطين، وخاض معارك كتير وقدر يحقق انتصارات كبيرة رغم قلة قواته وضعف تسليحه، وفضل صامد بقواته لحد ما استشهد في 22 أغسطس 1948، وبقى واحد من أهم رموز الفدائية والنضال. نروح بقى لواحد من أشهر شوارع اسكندرية وهو شارع النبي دانيال. في البداية النبي دانيال هو أحد أنبياء العهد القديم ومن الشخصيات المحورية في الكتاب المقدس، لكن في الحقيقة اسم دانيال جه من شخص اسمه الشيخ محمد بن دانيال الموصلي، وده راجل صالح هاجر للإسكندرية في القرن الثامن الهجري، وليه ضريح في الشارع ده. وبسبب إن اسم والده ما كانش مألوف بالنسبة للمسلمين فارتبط أكتر بسبب التسمية، وهو إنه على اسم النبي دانيال، خاصة إن الشارع ده موجود في معبد يهودي وأقدم كنيسة مصرية، فاتشهر اسم الشارع من وقتها ولحد النهاردة باسم النبي دانيال. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.